عسلامة ومرحبا بكم. اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة. عملت كسكي أزعر بالزبيب والحمص، وعملت سلطة برغل صحية 100%. حبيت نوريكم الطريقة كيفاه جات ياسر بنا من ودكم ولا نشهيكم. دونك أول حاجة باش نبدأ بها باش نوريكم كيفاش عملت السليطة متاعي. نوريكم المقادير. عندي لهنا البرغل، عندي البرغل الخشين هذايا اللي نطيبوا به اللحم. عندي مغرفة كبيرة كتان ومغرفة كبيرة جلجلة. عندي مايس وعندي كعبة شوابي سمطة. وعندي لهنا الليجوم متاعي ليتو، فقوس، جرجير، طماط سوريس وبصلة. لهنا الماء اللي سمط فيه شوابي باش نصمت فيه البرغل بعد ما حطيت له عصرة قارص باش نقص السلطة متاعي بالطريقة هذه. عندي لهنا الليتو باش نقص الجرجير، باش نقص الطماط سوريس والفقوس، وزدت كعيبة بصل خضراء. لهنا باش نحط المايس، باش نحط كعبة الشوابي اللي قصيتها. لهنا الماريناد نتاعي عبارة على زيت زيتونة، كريم فريش ليكيد، ومغرفة صغيرة موتارد وعصرة قارص. نخلطهم مليح مليح. البرغل بعد ما سمطوا كما تشوفوا باش نخلطهم الكل مع بعضهم، ونصب هذيك الصوص اللي حضرناها ونخلطهم ونحطهم في الصحيفات متاعي، ونرش عليهم شوية بذور الكتان وشوية ججلان، وحطيت عليهم شوية عسل طبيعي اللي زيدتها بنة على بنة. ونتعداو نشوفوا مع بعضنا طريقة الكسكسي الأزعر بالزبيب والحمص بنة على بنة. بالحق نودكم ولا نشهيكم. أول حاجة باش نبدأ بها باش نحط الكسكسي متاعي. انا خذيت الكسكسي الرقيق، خذيت 300 غرام كسكسي. باش نحط له مغرفة صغيرة سمن وشوية ملح باش نبثبثهم مليح مليح، ومن بعد باش نبخهم بشوية ماء. بليس 300 غرام كسكسي عليهم كاس تي صغير ماء باش نبثبثهم بالطريقة هذه حتى يوليو كما تشوفوا في الفيديو. نخليهم اكوتين نغطيهم ونتعداو نعملوا المرقة متاعنا. حطيت الزيت النباتي، قليت فيها جرينات فلفل، هذاك هو اللي باش يبنن لنا المرقة متاعنا. حطيت اللحم باش نقلي اللحم شوية في ذاك الزيت، ومن بعد باش نضيف عليه بصلة صغيرة كما تشوفوا. باش نحط مغرفة كبيرة طماطم معجونة ومغرفة كبيرة طماطم كعب برحيتها. حليتهم في شوية ماء وضفتهم على اللحم والبصل باش نخليهم يتقليوا شوية، ومن بعد باش نبدأ نفوح فيهم. حطيت مغرفة كبيرة كركم، مغرفة صغيرة فلفل أكحل، الملح بالطبيعة، وحطيت شوية تيبل وكروية مش برشا باش ما يفقدش النكهة متاع اللحم. باش نمرق بالماء حتى لين يطيب ذاك اللحم. بعد ما مرقته حطيت كعيبات حمص كما تشوفوا بالطريقة هذه حتى لين طاب. لهنا بعد ما تفور الكسكسي باش نسقيه بهذيك المرقة متاعي ونخليه يشرب شوية، وبعد نحركه. شوفوا ما شاء الله كل كعبة وحدها. هذه الطريقة اللي أنا نزين بها الكسكسي. إن شاء الله تعجبكم الغوسيت وتجربوها. شهية طيبة للناس الكل وبسلامة.